السلام عليكم ورحمة الله، صباح الفل مساء الفل على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وتفتيح حمام من الديكورة الجديدة. النهاردة ان شاء الله هنشوف هنفتح لكام دكر كده مع بعضنا. ده يعتبر ساب خلاص ويتفتح له الصبح، يعني هو النتاية ده لسه على النتاية ده ما سابوش، دول اتسابوا برضه عشان خاطر الناس اللي متابعة. ادي الحمام اهو، ده اللي ممكن النهارده يتساب. دولت اهم حصوا معانا، اسحب الحصويتين دولت لان ده لسه ما سابش. ده ساب اهو بقى يتفتح له، وده ساب وبقى يتفتح له. ده لسه ما سابش، وده لسه ما لقيناهوش اساسا، ولا ده ساب، وده لسه ما سابش. مش عشان نكسب وقت، ادي دولت برضو سابوا وقاعدين على الحصى بتاعهم. طيب نقول بسم الله ونتوكل على الله. هنفتح لفرد الحمام ده، نفتح له كده بقى لوحده خالص. كم قص اللي احنا سايبناهم على الزغاليل الصبح ولميناهم. دلوقتي ده هنفتح له عشان ده يعتبر لسه جديد ما اتفتحلوش، هتساب هو النتاية بس فقط لا غير. شوف بقى الدنيا كده وايه اللي هيتم معاه، ولا زغلول ولا قص ولا اي حاجه. كده اهو. طبعا انا لامم بقى الشبابات ولامم اللي هم الحامل الكبير والكام قص اللي هم كانوا سايبين دولت مع الزغاليل. في طريقه زغاليل كده سايبه بتقوم تشوط، سايب فيهم الحمام ده بس الفتره كده بحيث ان انا اكشف عليهم، يعني اللي هو انا ايه بفتح للكام قص دولت عشان خاطر اخر النهار يبقى في وقت اللي انا افتح للديكوره الجديده. عشان هنا اهو الحمام ده مرصوص جنب بعضه، ما ينفعش اللي انا ايه افتح يوم وفرد الحمام لسه طالع امبارح مثلا واقفل عليه النهارده. لا، لازم يتفتح له كل يوم بحيث ان انت تطمنه القلب الغيه. ما ينفعش ان انت تفتح له يوم وتاجزه يومين ثلاثه انت ما عملتش اي حاجه. لا، انا ممكن ابدك شويه الوقت اللي انا افتح له الصبح، افتح له مثلا ايه بعد العصر، افتح له في التراويح هو والنتايه برده بحيث ان هو يكشف الدنيا ويكشف برده المكان بتاعه. ادي اهو النتايه دي كانت سايبه هنا اهو برده. سيبهم برضو، اللي يطلع يطلع واللي يقعد يقعد، مفيش اي مشكله. مفيش الا القمر هو اللي ما تلاقاش. فبرضو الحمام ده بتفتح له اخر النهار كده بحيث اللي هو دماغه يبقى برضو شويه كلفه. فرد الحمام برضو رابط في النتايه. انت زي ما انت شفت اللي هو الفيديوهات اللي فاتت دي، عندك الهندي لف الدنيا وجه في قلب ارضيه الغيه. عندك العنبري والجريزلي كانوا منورين لنفسهم وموسعين لنفسهم هناك، قلقلتهم بالحمامتين جم رموا نفسهم على الحمام. مش معنى كده الحمام ده ضعيف يا جدعان. الحمام اللي هو الجامد اللي مطرح ما طلع ينزل مكانه، ده الجامد. لكن العبيط اللي هو ما فيهوش دماغ ممكن يرمي نفسه يبقى رايح جاي قدام الغيه ويروح يحط في اي غيه تانية. لكن فرد الحمام اللي مستنبه لنفسه والواعي لنفسه، الحته اللي طلع منها ينزل فيها. يعني عندك الهندي ده يعتبر طلع من قلب ارضيه الغيه، نزل فين؟ في قلب ارضيه الغيه. برضه حبينا اللي احنا نكسب وقت، اللي دينا جاريه برضه على الحمام ده، بس مش جاريه بعبط. يعني اللي هو برضه الحمام ايه يعتبر واخدين بعضهم والاسوس ماسكه ببعضها او الدكوره ماسكه في النت. فابتدينا اللي احنا نسرع في سيبانهم كده اهو، بدل ما اعمل بقى من كل مثلا ايه كل فرد حمام بفيديو والكلام ده. لا، جت في واحد، جت في اتنين، جت في تلاته، مفيش اي مشكله. هو يعتبر دلوقتي مفيش الا هو فردين حمام لسه ما يعني كام فرد حمام لسه ما سابوش هنا اهو. احنا ممكن نفتح برضه القص تاني ايه عكسهم بالعقل كده. ادي الابيض ده مع الازازيه ده وربك يستر.
نحط له عضه. وادي الازازيه ده اهي، واخدها الابيض ابو دبور يعني. ده مش هيلمس الده، انا قلت لك ده مش هيلمس الده. بص ده مجرم ده. بص خد في وشه ازاي. من ورا العمر ده. بص بص ده. ده كده باي باي ليه. فرد الحان ده باي باي ليه. خد سكه. ده ما اعتمدش. بص فرد الحام راح فين؟ على البحر. بقول لك ما اعتمدش. فرد الحام ده اهو. من خلاله ده بقى المستوى ده ماسك في البنفسجيه، لكن التاني ده ما اعتمدش. التاني ده خد في وشه. هو طحين. وده كان جاي كده، فعشان كده انا ايه نكشت له النتايه كده، قلت بحيث اللي هو يجي ايه عليها ما سالش. هو مشي الناحيه دي كده اهو. ورمى نفسه تاني. ده اللي هو واخد البنفسجيه. تاني بقى اختفى خلاص. تمام يا رجاله. شوف الدنيا كده اهو، قاعدين شويه. ظهر هنجيبه، ما ظهرش يعتبر اول واحد يضيع منه. ابقوا معنا هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جدعان. دي النتايه الازازيه اللي مع الاسترال اللي يعتبر طفش، ولا صدت قدامي يمين ولا شمال ولا اي حاجه. فجأة الحمام خد في وشه ما ظهرش تاني. طيب وده اللي احنا كنا سايبينه على النتايه البنفسجيه. حبس فرد الحمام اهو. ده بقى ايه اللي هيتم معاه؟ انت معاك من هنا لبكره مش لبعده. يعني دلوقتي هعمل ايه؟ هسيب الباب ده مفتوح واسيب له الحماميه دي يعتبر هي سايبه. قلت له تنقير الكلفه في قلب الباب بتاعها. هما ورزقهم يطلع الصبح الاقيه يا ما الاقوش. فرد الحمام خد في وشه
يعني ما جاش نور لنفسه ولا اللي جه وراني وشه ولا اي حاجه، لا هو خد في وشه وتوكل على الله. ده احنا حبينا برضو اللي احنا نوريكم برضو كل حاجه، اللي هيقعد قعد واللي ضاع ضاع القصه دي. طيب بالنسبه لفرد الحمام ده في لقطه اهو. فرد الحمام ده، فرد الحمام ده انا ما كانش ليا اللي انا ايه انا ازقه من على الظهر كده، بس عشان خاطر قلت ايه النتايه الازازيه دي تقوم تنور للذكر. واللي بيكون افضل اللي هو لو كل فرد حمام بالنتايه بتاعته، بحيث ان انت تلعب عليها، لكن الاتنين مع بعضهم كده اهو بيبقى فيها خطر. بس انا عشان خاطر ده ماسك في النتايه، فعارف اللي هو كده كده هيبقى متشعبط في قلب النتايه، فعشان كده زقيته من على الظهر. الواحد برضو بيحب يوضح لكم كل حاجه عشان محدش يعمل اللي الواحد برضو بيعمله. لا، كل واحد برضو فكره في قلب الغيه فيها خطوره، اللي انت تزق فرد حمام وهو لسه طالع بيقرر على الظهر بتاعه، او لسه يعتبر بيحفظ الظهر كده، فدي بتبقى فيها خطوره. فهو اللي افضل اللي انت تسيب واحد وفي واحد اللي انت تقدر تتحكم فيهم. زي ما انا قلت لك في اول الفيديوهات، الدشار بيطمعك، ممكن تسيب الاول والتاني والتالت. فانا اللي هو سايب كام واحد ورا بعضهم مفيش حاجه فيهم ضاعت، حتى اللي كان بيصط يمين وشمال وبيجي على اذان المغرب بلاقيه جمع في قلب الغيه بتاعتنا. طيب دلوقتي هو يعتبر اول واحد ضاع بالحمام ده، يا يجي يا ما يجيش زي ما احنا قلنا. تمام يا رجاله، فالفيديو بتاعنا النهارده كده اهو، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.